السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي كل الناس بتسمعنا. معاكم رانيا سمير. ان كنت تعرفني اهلا ومرحبا بيك، ان كنت برضو ما تعرفنيش اهلا ومرحبا بيك. تحياتي ليك اينما كنت واينما وجدت. فضلا وليس امرا تعمل لي اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. انا دلوقتي النهارده قررت اعمل كريب يا رانيا. ايوه طبعا كريب عشان اكله من ضمن الاكلات الخفيفه يعني والسريعه والحلوه يعني. طب احنا هنحتاج ايه؟ هنحتاج بدون اي مكونات خزعبليه، حاجات بسيطه جدا. بس حاولي ان الكوبايه اللي تعايري بيها الميه هي نفسها اللي تعايري بيها الدقيق عشان تبقى ايه الموضوع ظابط معاكي. معايا هنا 3 كوبايات ميه، ماشي، وليكن ان انا معايره بنفس الكوبايات هعاير بيها نفس الكلام دقيق، 3 كوبايات دقيق. هحتاج 3 معالق حليب بودر. هحتاج معلقه سكر كبيره، المعلقه قدامي اهي. هحتاج نص معلقه لنفس المعلقه ملح. هحتاج 3 معالق زيت، وهحتاج معلقه خل، وهنحطهم في الخلاط كلهم ونضربهم في الخلاط. خليكم معايا كده. كنت هنا حطيت كل المكونات بتاعتي: 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات ميه، 3 معالق زيت، معلقه خل كبيره، نص معلقه ملح، بتاع دوت 3 معالق لبن بودره كبار، معلقه سكر كبيره. وهحطهم بقى واضربهم في الخلاط براحتهم كده لغايه لما افك التكتلات اللي موجوده فيهم دي. طبعا ملحوظه، ال3 كوبايات او المعيار ده بتاعك انت، عايزه تعملي كوبايه ونص كوبايه ونص، بس تركزي ان الكوبايات تكون شبه بعضيها. لما اتاكدنا ان احنا ضربنا الخليط بتاعنا ضربه مبرحه لدرجه ان هو عيط وقال كفايه خرجوني من الخلاط، نجيب ايه طبق غويط كده ومعانا مصفى عشان نصفي الخليط برده ما يبقاش فيه اي تكتلات. بعد ما صفينا اهو الخليط بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله، صفى اهو الخليط بتاعنا اهو بعد ما اتصفى. وده القوام اللي احنا عايزينه عشان نعمل بيه الكريب، قوام لا هو تقيل ولا هو خفيف. وشوفوا بس كده، ده كل الحكايه في الكريب، سهل جدا. كنت بديت اجهز الحشوه. عندي فلفل اخضر متقطع شرايح، عندي بصل متقطع شرايح، عندي شويه توم، عندي فراخ متقطعه سلايز، تمشي شاورما، تمشي بتاع دوت، تمشي شيش طاووق، اي حاجه. المهم ان ايه، هتقولي توم في الشاورما يا رانيا او في الشيش؟ انا بحط التوم في كل حاجه، لان انا ايام وقت كورونا كنت حاسه ان احنا الحمد لله الموضوع عدى علينا على خير، علشان احنا اصلا كل اكلنا فيه التوم والزنجبيل. التوم والزنجبيل يعني موجودين معانا على طول يعني. فدي اكتر حاجه بتقاوم الامراض وبتقاوم البكتيريا، وربنا يشفينا جميعا ويجعلنا جميعا اصحاء. هنا دقيت التوم بتاعي بالتوابل بتاعتي: ملح، فلفل، كمون، كزبره ناشفه، بهارات فراخ لو انت ما عندكيش عادي مفيش مشكله. وهي تقدري تكتفي ب3 بهارات دول، بس انا بزود طبعا قرفه زي ما قلت لكم، وزنجبيل، قرفه مطحونه وزنجبيل وبتاع دوت وقرنفل. انا بحب بصراحه التوابل دي في الاكل، بحسها ان هي مفيده جدا يعني، مفيده كمان، بتدي طعم وريحه حلوه للاكل. طبعا نسيت اقول لكم ان الفراخ دي محطوط عليها خل، يعني محطوط عليها معلقتين كبار خل. كده ننزل بالثوم في شويه زيت ونبتديهم تشويحه لغايه لما ريحتهم تطلع. طبعا هي وصفه الشاورما الاصليه ما فيهاش توم، انت عايزه تحطي حطي، مش عايزه دي اختياريه، لكن انا زي ما قلت لكم بحب التوم طعمه في الفراخ. انزل بالفراخ بتاعتي عليها كل ده على نار عاليه، علشان ايه؟ الفراخ ما تقعدش تتهري وتنزل ميتها كتير، انا عايزاها تاخد الصدمه على طول وتمسك نفسها كده وتستوي. ودي نزلت هنا بمعلقه دبس الرمان ومعلقه صويا صوص، بحبهم برضه بيخلوا طعم الاكل حكايه يعني. نحس ان الفراخ بتاعتنا اتشمعت كده وخدت اللون بتاعها ولسه فيها شويه ميه، ونقوم نازلين بقى بالبصل عشان يستوي معاها. انا لما لقيت البصل دبل نزلت بالفلفل الاخضر. عندك فلفل احمر، فلفل الوان شغال، عندك فلفل حار حطيه، بس انا مش بحط فلفل حار. اي طاسه غير لاصقه، ونجيب اي كوبايه هوريها لكم كده معياريه، ونبتدي ايه نعمل الكريب بتاعنا. نكون طبعا محمين الطاسه خالص، وبعد كده نهدي عليه. اول ما الكريب بتاعنا يبتدي نحط الكوبايه فيه، يعني ننزل فيه الخليط بتاعنا، وبعد كده ايه نمسك الطاسه كده بايدينا ونقعد نحركها لغايه لما نملى الخليط في كل الطاسه كده، ماشي. بعد كده نقوم ايه سايبينها بقى لغايه لما تبتدي تعمل كده، ونلاقيها استوت من الظهر، نقوم قلبينها على الناحيه التانيه. انا بديت اطلع الكريب، بتجيبي اي حاجه فوطه عندك كده وتحطيها فيها عشان لما نرص الكريب نغطيه ما ينشفش. طلعت اول واحده، بديت اشتغل في الطاسه التانيه عشان يبقوا الاثنين جنب بعض يعني كده، فخليني بقى في الطاسه الصغيره. ملحوظه للناس المبتدئه: لو انت لقيتي نفسك ان انت مثلا الطاسه بتاعتك لازقه او بتلزق او ممكن تلزق منك، امسحي بالسباتولا بتاعتك بشويه زيت في الطاسه، هي برضه هتريحك وهتطلع معاكي نتيجه ممتازه يعني. هنا دي الكوبايه اللي انا عايرت بيها،
طبعا عمل معايا 10 وفي واحده لسه على النار، يعني 11 واحده. طبعا بتحشيهم بقى زي ما انت عايزه الحشوه بتاعتك اللي انا عاملاها، مثلا حشوه الشوكولاته زي ما انت عايزه. هو ده الفرق ما بينه وما بين اللي نجيبه من بره، ده اتقل سيكه منه، يعني اللي هو ايه اللي بره بيبقى خفيف شويه عشان السندوتشات والكلام دوت. وفي نفس الوقت اللي انت حابه تخفيه ممكن تكبري الطاسه، حابه تخفيه ممكن تزودي مقدار الميه، بس هو كده جميل وطعمه حلو ومشبع يعني. لان انا كمان بعمله مثلا في صينيه، ساعات بحطه بعمله رول واحشيه كفت بتاع دوت لحمه مفرومه، واحط عليه موتزاريلا او بشاميل من فوق، بيبقى تحفه برده، واحطه في الفرن بيبقى جميل جدا. كده لفيته رول كده. عملت فيه حطيت فيه مايونيز، ممكن تحطي كاتشب. انا سندوتشات انا ما بحطش فيها كاتشب، جوزي اللي بيحب الكاتشب. بعدين قمت حاطه فوقيها الحشوه، حطيت مايونيز، الحشوه موتزاريلا، لفيتها رول كده. بعدين جبت حته زبده صغيره مسحت بيها الطاسه وحطيتها فيها وبحمرها دلوقتي. خلصت كده تصبيره نقول بون ابيتي. ونقول بقى طبعا كل واحد بيعمل الحاجه زي ما هو عايزه، يعني في ممكن ناس تحب تعمله مثلثات، بس بصراحه مش ده اللي بيتعمل مثلثات الا لو كان في طاسه اكبر من كده واخف من كده. لكن ده سيكه تقيل شويه، اللي هو الايه السميك شويه، وفي طاسه صغيره، فمش هينفع يتعمل مثلث. وانت عايزاه بقى تعمليه مثلث زي اللي بنشتريه من بره، بتخففيه شويه بتحطيه في طاسه اكبر من كده بس خلاص. هو على غطا حله، انا شفت واحد بيعمله والله على غطا حله، بس طبعا برضه على غطا حله احنا ما نقدرش نوصل لها على غطا حله بقى، ما عندناش البتاع اللي بتلف دي. فاقول لكم بون ابيتي، كان مع مريم سمير، وسلاماتي، وتشوفوا الكاكاو.